الاجهاد الحراري حتى لو ما عملش نافق عالي بيسبب لك خسارة في الوزن. ازاي نحصل على وزن عالي في التربية في الصيف؟ ازاي نحافظ على معدل التحويل والمكسب في تربية الصيف؟ ده هيكون موضوع حلقتنا النهاردة، لكن كالعادة ما تنساش تصلي على حبيبنا المصطفى في التعليقات، ولو عندك اي سؤال اكتب لنا في التعليقات، وان شاء الله نكون عند حسن ظن حضراتكم. ويلا بينا حالا نبدأ على بركة الله. اول نقطة علشان توصل لوزن كويس في تربية الصيف هي انك لما تستقبل الكتاكيت تستقبلها على مساحة واسعة من التحضين. ما تحضنش كالعادة على مثلا تلت العنبر، زود شوية، خليها مثلا نص العنبر. ولما تيجي توسع وسع بدري شوية، افتح العنبر كله اسرع من اللازم او اسرع من الطبيعي. ليه بقى؟ لانك بالطريقة دي هتحصل على فرشة جافة طول الدورة. مشكله الكوكسيديا والكوليستريديا وكمان السموم اللي بتنتج من الكوليستريديا، الثلاث مشاكل دول بكل تاثيرهم في العمر الكبير. فلما يبقى عندي فراخ بيجي لها موجه حر فيها كوكسيديا وكوليستريديا وسموم، اكيد هتنفق اكتر من الفراخ اللي ما عندهاش المشاكل دي. فانت من اول يوم استقبل الكتاكيت على مساحه واسعه، عمر اسبوع وسع بدل الباكيه باكيتين. المهم انك توصل انك تفتح العنبر كله قبل عمر 15 يوم. العنبر كله اتفتح خلاص، النشارة جافة طول الدورة. بعد كده النقطة التانية يا شباب ان مصدر المياه، التانك بتاع العنبر، اوعى يكون التانك فوق العنبر في الشمس. وطبعا مهما تحط من تلج طول ما التانك في الشمس الوضع هيكون صعب السيطرة عليه. علشان كده لازم ان حضرتك تغطي التانك او تحطه في الظل علشان تحافظ على حرارة المياه اللي داخلة للفراخ. طب هي المياه اللي باردة دي بتفيد الفراخ في ايه؟ المياه الباردة دي بتكسر حرارة الفراخ من جوه. طبعا الفراخ احنا عارفين ملهاش غدد عرقية، يعني ما بتعرقش. عمرك ما هتشوف فرخة عرقانة، مفيش جلد. اذا الفراخ لما بيجي لها حرارة عالية بتتحبس، بيسموها احتباس حراري، الحرارة بتتحبس جوه. فانا علشان اقلل الحرارة دي قدامي حلين، لا اما بالتلامس من خلال الهواء، ان انا اشغل مراوح واجيب تبريد وحرارة الجو الخارجية تلمس جسم الفرخ فيطري على جسم الفرخ، او ان انا ادخل ميه مشبره مش ساقعه قوي، مياه تكون درجه حرارتها منخفضه الى حد ما فتكسر لي حراره الجسم من جوه، ما يحصلش احتباس حراري. او يا اخي على الاقل ما تكونش الميه هي كمان سخنه، يعني ما يكونش الجو حار وادخل انا كمان ميه سخنه. النقطه الثالثه بعد كده انك تاخد بالك ان الجهاز المعوي دايما هو في الصيف اللي بيتعرض الفراخ فيه للمشاكل. نادر لما تلاقي في الصيف حد من المربين بيشتكي من البرد، السي ار دي او الكلام ده. يعني معظم مشاكل المربين في الصيف بتكون الجهاز المعوي. ليه؟ الجهاز المعوي لان الميه بتيجي سخنه فبينشط بكتيريا، بيحصل ان الرطوبه في العلف وفي الجو بتعمل سموم في العلف، فتبص تلاقي ايه، في اسهالات بني وفي مشاكل من العلف. قال لا، طب الحل ايه في الظروف دي؟ تاخد بالك انك علشان تتفادى النشاط البكتيري في الجهاز الهضمي تعمل ايه؟ تقلل البي اتش بتاع الميه، يعني تحط احماض عضويه. احنا بنقول على الاحماض العضويه في التربيه المنزليه الخل. طيب الاحماض العضويه او الخل دول لما احطهم من اول يوم لاخر يوم عدا ايام التحصينات طبعا، بتعمل ايه؟ بتخلي النشاط البكتيري في الميه او في امعاء وجسم الطائر تقل. احنا ما بنقولش هتعالج، بس على الاقل ما ينشطش البكتيريا، الايكولاي والسالمونيلا والكوليستريديا. تمام، الحاجات دي ما تنشطش، فبالتالي انت كده بتحافظ على مناعه الطيور. فلو جت موجه اجهاد حراري في العمر الكبير برضه الحاجات دي بتقوي مناعه الطير فما يحصلش نافق عالي. يعني انت لما تقلل الكوكسيديا والكوليستريديا وتقلل النشاط البكتيري من خلال حموضه الميه، انت كده بتحافظ على الفراخ في العمر الكبير. ضيف بقى معايا على كده انك ترفع العلافات من عمر 20-25 يوم كل يوم من الساعة مثلا 10 الصبح لحد تقريبا 8 المغرب، او لحد ما الحرارة تظبط. يعني ممكن 7-9، المهم الجو الخارجي لما يفك وهواء العنبر يظبط تقدر ان انت تحط علف تاني. يبقى لما ترفع العلف او العلافات من 10 الصبح لحد المغرب مثلا، المنطقة دي انت كده بتحافظ على ان الفراخ ما يحصل لهاش احتباس حراري. منين بقى؟ من العلف. اي حد بياكل بيعرق، تمام؟ انت لما هتاكل محشي كتير بتصر عرق، كذلك العلف. الفراخ لما بتاكل
هيحصل حراره من الاكل. طب الفراخ ما فيهاش، قلنا ما فيهاش غدد عرقيه، يبقى بيحصل احتباس حراري من الاكل. فانت في الصيف لازم ترفع العلافات. واي حد يقول لك غير كده صدقني غلطان. الصح انك ترفع العلافات من 10 الصبح لحد تقريبا المغرب او العشاء، لحد ما الجو يظبط. ولو عملت كده مش هتحس بمشكله خالص، الفراخ مش هيحصل لها نافق خالص من الاجهاد الحراري. خلاص يبقى انت كده رفعت العلف. ما تنساش كمان تحط تلج، يفضل انك تحط تلج في مياه الشرب علشان تخلي مياه الشرب زي ما قلنا ايه بارده، فتكسر حراره جسم الفراخ. يبقى رفعنا العلف وظبطنا الميه، وكمان كنا موسعين في العمر الصغير، وواخدين بالنا من الاحماض اللي في الميه عشان البكتيريا ما تنشطش. ايه كمان؟ واخر حاجه ان مصدر المياه او تانك العنبر يكون في الظل، اوعى تسيبه في الشمس. بكده انت او احنا كده نكون سلطنا الضوء على بعض النقط الخطيره المهمه اللي بتاثر على وزن الفراخ في العمر الكبير. يعني كل ده لما تعمله تيجي في العمر الكبير ممكن يفرق معاك الفرخه الواحده مش اقل يا سيدي من 50 الى 100 جرام فرق في الوزن. هو ال 50 او ال 100 جرام بالنسبه لك رقم صغير، لكن لما تضرب في 10,000 طائر او في 5,000 طائر هتلاقي فرق كبير ومكسب انت اولى.